اللاعب الضحية والمدرب الجلاد. تخيل انك بتحلم تلعب في مباراة كبيرة طول حياتك، واخيرا جات لك الفرصة، بس بدل ما تفرح يخرجوك بعد 10 دقايق بس. ليه؟ هل ده عدل؟ تعالوا نفهم القصة مع بعض. انا احمد طه، معلق صوتي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك او انستا او تيك توك تتابعنا على صفحتنا. احمد شاهين اللاعب ده مش بس موهوب، هو كمان عنده شغف بيكمل في الملاعب رغم الظروف الصعبه. لاعب المنصور اللي ظهر علينا كلنا في مباراه خسرين فيها 3، نزل في الدقيقه 60، لكن المفاجاه كانت ان المدرب قرر يطلعه بعد 10 دقائق بس. ايه اللي ممكن يخلي المدرب في الدرجه الثانيه وفريقه في المركز الاخير يعمل حاجه زي دي؟ هو احنا يعني بنتكلم عن مباراه في دوري ابطال اوروبا؟ لا، دي مباراه خسرين فيها اصلا، ما فيهاش اي امل انك ترجع. فايه الحكمه من احراج اللاعب بالشكل ده قدام الجمهور؟ اللاعب خرج من الملعب وهو منهار، دموعه كانت بتتكلم بدل لسانه. حس انه مش بس اتحرم من فرصه يحكي عنها طول عمره، كمان اتحط في موقف محرج قدام الكاميرات وزمايله. وزي ما بنقول المدرب غلط واللاعب يدفع الثمن، اللاعب هيتعاقب يمكن يمشي كمان، لكن المدرب اللي خد القرار ده مفيش حد هيحاسبه. انا مش ضد فكره معاقبه اللاعب لو تصرفه كان غلط، لكن المشكله الاكبر هنا ان اللي بدا القصه هو المدرب اللي مفكرش في نفسيه اللاعب ولا حتى في تاثير قراره على الفريق ككل. ده تصرف اناني 100%. ومين قال انك بتبني فريق قوي بالاحباط؟ اللاعب ده كان محتاج دعم مثلا، محتاج فرصه يثبت نفسه. احنا بنتكلم عن لاعب في الدرجه الثانيه، كل دقيقه في الملعب بالنسبه لهم حلم بيتحقق. مش من حق اي مدرب مهما كان انه يحطم حلم زي ده بقرار عشوائي. اللاعب غلط والمدرب كمان غلط اكتر، لكن لو عايزين نصلح المنظومه لازم نبدا من فوق. اللي بياخد القرارات لازم يتحاسب، وافتكروا مش كل قرار شكله احترافي بيكون صح، احيانا بيكون ظلم في ابشع صوره. كان معكم بيسوف رحمة الله. ما تنساش اللايك وكمان السبسكرايب على اليوتيوب. شكرا.